عايزين نتفتح مع التدريج، عايزين معنا احكام نتي فيها امن شرطه في نفس المركز يا فندم، عليه حكمين ومشتغل نفوذ والبلد ومعرض عليه وعليه حكم نهائي عليه حكمين هذا الشهر، ورحنا مباحث اكثر من مره لنا 4 سنين ما نفذوليش يا فندم. ماشي يا حبيبي اطلع المباحث او لما يجي المأمور يجي تعالى شوف المأمور. ماشي يا فندم. ثواني وانا عندي حسنه ده 15 يوم. كده بدري انا وثمانية نظام. كل مرة نجيب عندنا 4 سنين هذا كلها بنجين. والحكام دي قربت تهبط اصلا. قربت تهبط. على ابراهيم عبد الناصر يا ابن احمد. ابو تفضل يا باشا. لا مش شرطة انا. هي اللي قربت تسقط. هي اللي عليه حكمين هو، شهر وحكم 48 ساعة. ايوه قربت تسقط؟ قربت تسقط يا فندم. القضية من 2011. الحكم الميت الحكم ملوش شهرية. لا يا فندم. مالناش دعوه يا اخويا. يا فندم انا جيتك يا فندم كذا مرة نجيكم هنا وما فيش تنفيذ يعني نعمل ايه؟ نفذنا عليه ونزل جريته. لا ما نفذش. نفذ يتحبس عليه. خش مش على المأمور يا باشا. ما جيتكم انا يا فندم المأمور. لا خش المأمور يا باشا مش هتفسدنا مش ليت يا اسمعوا لي. طب وباشا يعني احنا برضه عليه شهر ثاني حبس فوق. لا خش قصة المأمور تحت. طب المأمور قال لي فوق يا باشا، المأمور قال لي فوق. لا يا باشا اقول له يا باشا امين شرطه تبعكم انتوا دي. بص امين شرطه تحت بيقول لك قايل فوق. يا فندم يعني مش الاحكام يا فندم، مش المحكمه ده عصرها ولا ما فيش محاكم. ها؟ مش المفروض الشرطه ليها اختصاص انها طب ما هو تبع تحت المأمور. يا فندم هو قال لي فوق يا فندم عشان في ناس ثانيه متهمه فوق. هو اللي نفذ عليه. يا ابن الحلال لو واحد مدني داكي معلش تبع نحمي، لكن داكي في الشرطه وتبع مفعوله المأمور. عشان ما فيش نقطه ما يتنفذش عليه. هذا مره جينا ونتعالوا وطردوا قال ورايا. لك ايه؟ المأمور يطلع فوق. دخلت المأمور. دخلت اللي شغال تحت المأمور لسه ما جاش شغال هناك بتاعه. احنا 4 سنين يا فندم نجيبكم نروح نجي عليكم. لا استنى في الممنوع ولا عشان هو امين شرطه ولا مش امين شرطه ولا هو. قلناش الكلام دي روح قولوا للمأمور تحت. والله انا هو تابع. انت مشتكي بص مشتكي الامن العام ومشتكي وزير الداخليه ومشتكي الدنيا كلها، ليكش حاجه عندنا خالص هنا. ما فيش تنفيذ. طب تنفذ يا باشا احنا ما نفذوش على العسكري اللي تاع من الشرطه اللي تاع. انا في المباحث الافراد مباحث قالوا لي ما ينفعش ننفذ فيه، ده امين شرطه ما ينفعش ننفذ فيه. مفيش ايه؟ مش هنقدر ننفذ فيه امين الشرطه. ده راجل عسكري ومعاه عندنا في المركز ابو تشت منفذ فيه. خاطب المديريه يا باشا اطلع المديريه. ما عملت شكوى المدير ووزاره الداخليه اطلع فندم برضه. اطلع تاني طب انا بس انا سكت ما خليش ولا طوبه الارض اللي مسكتيني. طب اعمل لك ايه؟ نعمل لك ايه؟ هنقول حسب الله ونعم الوكيل وزي الله. حسب الله ونعم الوكيل انا اللي تتظلم. حبيبنا حقنا بلدنا. اول ما يجي يا باشا بالنسبه لي انت عايز تتصرف انت. اول ما يجي اللي تحت خش له.